ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش دي قناتي ام ادم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك. وطبعا من اول حاجه بشكر الناس الجديده اللي بتخش تشترك واللي بتعلق تكتب تعليق او كومنت حلو زيها كده. وما تشوفوش الفيديو للاخر ليه يا جماعه؟ وفي ناس كتير قوي بتشوف الفيديو مش مشتركه. آه طبعا قبل ما نبدا الفيديو لازم نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلي على النبي في الكومنتات. وهنا بقى دي كان معايا كوسة قطعتها حلقات، ومعايا لحمة وبصل، حطيت أي مادة دهنية. وبعد كده بقى نزلت باللحمة عشان أشوحها كده، يعني تاخد لون من الجنب ده وأقلبها على الجنب التاني. تمام. طبعا بعتذر عن صوتي عشان البرد لسه مش عاوز يمشي، عمال اخد له في ادويه مش راضي يمشي، مش عارفه ليه. بس هو بياخد وقته ويمشي. بس طبعا الجنوب الانفي اصلا عندي ملتهبه كمان، والدنيا زي الفل. دي عماله بقى اقلبها يمين وشمال وشمال ويمين لحد ما تاخد ايه لون، اسمه ايه، لون بني. انا طبعا مش عارفه اجمع لاني آه اسمه ايه بمنتجلكوا الفيديو الصبح زي العاده في هدوء تام. معايا بصلاية مفرومة وطماطماية، وكنت بشوف ديت الطريقة طلعت الإيد بتاعت الإيه بتاعت اللبانة. هنا بقى هي كانت خلاص بقى، يعني اللي هي الشوح الجامد، فكنت أنزل بقى عليها بالإيه بالبصلة يعني. بس كان لسه في كام حتة كده هشقلبها تاخد لون تاني. وطبعا الكوسة مقطعاها حلقين وما مش بشطفها غير، يعني مش بنقعها في مية ولا الكلام دوت، عشان بالذات الكوسة لما بتنقعها في المية أو كده بتنزل السكر بتاعها زي ما بيقولوا في المية يعني. فأفضل حاجة إنك تغسليها قبل ما ايه تحطيها على طول، بتبقى طعمها حلو. كان طعمها زي العسل اقسم بالله، يعني الحلة اللي انتوا هتشوفوها ديت معايا اتاكلت من جمالها، باكلها بالمعلقة. طبعا بعتذر. هنا بقى خلاص اهيت. يعني المادة الدهنية دي مش كتير ولا حاجة، بالعكس انا بعد ما شلت حبة في طبق رجعت حطيتهم تاني لما حطيت البصل، لان البصل بيشرب المادة الدهنية وكده. هنا بقى خلاص بقى كانت خدت لون يعني والشواحة تمام التمام. هنزل بقى بالايه بالبصلاية تاخد تشويحة. قلب قلب قلب. اهي. صلى على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. متنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. حطيت هنا بقى الطماطم وحطيت لها شوية ملح عشان الطماطم كانت تقيلة قوي، بس طبعا دي مية سخنة مش مية ساقعة من الحنفية، عشان اللحمة كده لازم نحط مية سخنة. هحط بقى هنا شوية كمون وشوية فلفل أسمر، وهحط سن بابريكا وشوية سكر. والسكر طبعا عشان الحموضة وبيخلي الحاجة مسكرة كمان زيادة عن اللزوم. سنة بسيطة هشوفها معايا دلوقتي. ادي كده شوية بابريكا. متستغربيش ان انا باخد حاجة من ايدي، لان اصلا انا كنت بغسل المطبخ كنت مفضيه الحاجة التوابل يعني في اطباق صغننة لحد ما الحاجة بتاعتهم تنشف، فعشان كده كنت باخد يعني الحاجة كانت جنبي يعني على الرخامة. حتى يعني كنت شايلة الحاجة من على البوتاجاز وكده عشان كنت بغسله يعني، او هغسلهم يعني لسه. هنا بقى خلاص كانت اللحمة. هنا ما كنتش لسه حطيت ملح، يعني في الوقت ده ما كنتش حطيت ملح. هنا بقى حطيتها خلاص وزودتها طبعا حبة مية سخنة. وبعد كده ايه، هي الكوسة بتنزل ميتها عامة يعني. هنا بقى في الوقت ده كنت حطيت الملح، يعني بعد ما تاخد قلبتين كده وحطيت لها الملح. هنا بقى هعمل رز بشعرية جنبها. هحط بقى كده شوية زيت وحتة سمنة او زيت بس زي ما انتوا عاوزين يعني، زي ما بتحبوا تعملوه اعملوه. واحط بقى هنا الشعرية. برضو ما استغربوش انا باخد الشعرية اني كنت غاسلة على الحاجة، فكنت حاطة الحاجة كلها يعني ايه اللي فضيوها، فما كانش في شعرية بقى فايه، فقلت لحد ما الحاجة تنشف بقى افضي كمان باقي كيس الشعرية. هنا بقى الرز اهو
وهنا الكوسة بقى كنت باقلبها طبعًا كل شوية باقوم موطية عليها النار عشان إيه تستوي. هنا بقى الشعرية تاخد لون دهبي، بعد كده انزل على الرز افضل اقلب 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 لحد ما ايه ما يتشوح بفضل من الله يعني، والحمد لله. الاكل اتنسف من جماله، والله انا مش بقول كده، انا غسلت الحلال يعني الحاجة خلصت. هنا بقى خلاص حطيت شوية ملح وزودت شوية مية سخنة وهشوفه بقى أول ما بيشرب كده المية تختفي بوطي عليه النار خالص. ادي اهو بصوا من تحفة تحفة تحفة. والكوسة بصوا دايبة مش مستحملة حتى من جمالها. بصوا هي الحاجة كان، واللحمة برضو بصوا بشدها زي الفل. بس اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة، في امان الله، بحبكم.